السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا نبدأ الحلقة. اللي قدامك ده صديقي اختراع عملته شرطة المرور في أمريكا عشان تقدر تلم بيه المخالفات بس بطريقة ذكية. بيثبت على الجزء الأمامي للسيارة بقوة شفط عالية جدا، وأطلقوا عليه اسم النضارة عشان هو شبه العدسات، بيمنع أي حد إنه يقدر يسوق العربية، تحجب عنه الرؤية تماما لحد ما يدفع المخالفات بتاعته. طبعا أنت هتقولي ممكن أفكها بإيدي. لا يا أذكى إخواتك، ساعتها هتكسر الإزاز الأمامي بتاع عربيتك، والإزاز هيبقى أغلى 100% من الغرامة، فأنت تدفع الغرامة وتوفر. ولما الجهاز ده انتشر جدا، في طلاب من الجامعة قدروا انهم يلاقوا شفرة ليها في غضون 48 ساعة بس، وطريقة فكها كانت بسيطة جدا عن طريق خاصية تذويب الجليد، بتبقى متوفرة في عربيتك. بمجرد ما بتدوس عليها اللزق اللي في الجهاز بيبتدي يضعف، ساعتها تقدر تجيب كارت ومن تحت الجهاز ترفعها. الطريقة التانية ان حد من الطلاب اللي اكتشف ان الجهاز ده جواه شريحة، والشريحة دي متفعل عليها نظام الانترنت بلا حدود، فبدأ باختراقها واستخدام الإنترنت مجانا لشهور. والثغرات دي كلها طبعا أجبرت الشرطة في النهاية إنها تغير تصميم الجهاز بالكامل. الصياد ده كان مقتنع إن الصنارة والطعم الضخم مش هيطلع غير وحش، وفعلا يا صديقي اللي طلع له في الصنارة شيء ما كانش متوقع اللي هو يطلع له أبدا. خليني أقول لك إن الراجل ده بعد ما رمى الطعم الضخم ده اكتشف شيء مريب جدا، وده لأنه كان متأكد إن بالطعم الضخم ده لازم يصطاد سمكة ضخمة جدا. وفعلا المفاجأة الكبرى ان هو اصطاد سمكة عملاقة جدا، سمكة الهامور العملاقة اللي وزنها بيوصل لأكتر من ربع طن. غريب الأكتر بقى اللي هو قرر يسيبها. في الفرحة نط في المية وقرر ان هو يلعب معاها بدل ما يصطادها.